السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم جيت بهذا الفيديو تاع الخبز، الكوشة، خبز خمير يعني المطلوع تاع الكوشة اللي داير حالة وسهل التحضير، وللمبتدئات تاني اسهل منه ما كانش، واللي تحب دير مشروع تاع الخبز، تبيع الخبز تاني هايل وسهل التحضير. نروح مباشرة للمقادير وكيفية التحضير. أنا درت كمية قليلة، درت 500 غرام تاع فارينة، رطل فارينة بعد ما غربلتها، مغرفة كبيرة خميرة فورية، مغرفة كبيرة سكر. هنا درت كمية تاع سانوج، تحبي ديريه ما تحبي ما ديريش، نصف ملعقة صغيرة تاع سانوج. وهنا درت الملح في الطرف، وبديت نلم بالماء يكون دافي، كي تكون سخانة ما دافي، وكي تكون البرودة ديريه شوية سخون الماء باش تخمر لك بالخف، وتبداي تلمي برك، ما تعجنيهاش، تلميها برك كيما راكم تشاهدوا. نضيف في الماء حتى تتلم العجينة، شوفوا كيفاش، وتكون تلتصق في اليد وشوية طرية. هاي ليك بعد ما لميتها غطيتها بكيس غذائي وتخليها 10 دقائق. من بعد تنحي الكيس الغذائي وتشمخي غير يدك وتبداي شوفي كيفاش ديري هكذا، شغل تعجني فيها، تجيبي الاطراف وتدخليهم في الوسط كيما راكي تشاهدي، تزيدي تغطيها وتخليها ترتاح 10 دقائق، وهي قد ما ترتاح شغل راهي تتعجن. شوفوا حتى تولي ليس، شوفوا ندير لها كيما راكم تشوفوا هذه الطريقة، تلميها وحطيها هنا تخليها تخمر هنايا. هذه الطريقة ديريها 2 خطرات ولا 3 وانتي تخليها 10 دقائق ترتاح وتعجنيها شوية. هنا بعد ما خليتها خمرت مدة نصف ساعة، هنا قسمتها 4 خبزات. انا نحب الخبز فيه البابة لداخل، انتي تحبي ما يكونش فيه البابة ديري 6 خبزات، رقيها الخبزة. هنا تكوريها وتجوزيها، ترمديها في سميد رطب كيما راكم تشاهدوا، ترمديها في سميد رطب وتحطيها في البابي كويسون اللي درتو فوق البلاطو. وكنت الفرن سخنته على اعلى درجه 240 ولا 200 واش عندك اعلى درجه ديري. هنا خليتها ارتاحت شويه وبديت نعبص فيها كيما راكم تشاهدوا، نقرص فيها. شوفي انا خليتها شويه خشينه على جال البابه، انتي تحبي ترقيها رقيها تجيك 6 خبزات، انا جاوني 4 خبيزات. خليتها خمرت، درت لها سميد وخليتها خمرت. من بعد رشيتها بشويه ماء ودرتها في الفرن حتى تحمر. شوفوا بعد ما حمر الخبز خرجته مده نص ساعه ولا يطيب، غطيته بهذا المنديل النقيه باش خاطر يكون يابس باش تطرى الخبزه. من بعد هاي اللي كيفاش طابت، جات ما شاء الله، جات خبزة رائعة وما تسحقش بزاف جهد ولا دلك ولا عجن. هاي اللي كيفاش جات رائعة، كيف تحتها جات ما شاء الله مقرمشة من برا وداخل طرية. نتمنى هذه الكيفية عجبتكم وتعملوها وتنجحوا فيها، وقولوا لي في الكومنتير. والى اللقاء، مع السلامة.